طب والله العظيم يا ابني راجل حقيقة عقلية كابتن من كباتن منتخب مصر، وده اللي فعلا لازم يطلع ويتقال في الاعلام، مش التصريحات العبيطة اللي بتتقال الفترة اللي فاتت. تصريح تريزيجيه النهارده بالنسبة لي في المؤتمر الصحفي هو بيرد على محمد صلاح. هتقول لي بقى مش قصده على محمد صلاح، هتقول لي مش عارف ايه، امال قصده على مين؟ مين اللي طلع الفترة اللي فاتت قال لك احنا مش مرشحين عشان عندنا لعيبة كتير بتلعب في الدوري المصري؟ مفيش غير تصريح صلاح. مش هتوقع النية الوحشة لمحمد صلاح، لان ممكن يكون بيقولها بعفوية او بيقولها ان احنا علشان لعيبة محلية مش بنبقى من الاسماء المرشحة للبطولة علشان اللعيبة المحلية وكده. يعني تريزيجيه بالتصريح دوت هو بيراضي اللعيبة المحلية اللي هي بتلعب في الاهلي والزمالك وبيراميدز، اللعيبة اللي بتلعب في الدوري المصري في العموم وموجودة في المنتخب، بسبب التصريح اللي طلع والكلام اللي انتشر بسبب تصريح ملوش لازمة من محمد صلاح. عشان بس الناس اللي طلعت قالت لك اصله بيفوق اللعيبة، اصل بيشيل من عليهم الضغوط، اصل مش عارف ايه، لا ما كانش ينفع تصريح زي ده يتقال. وادي تريزيجيه طالع بيصحح او يعني بيرد بشكل غير مباشر على التصريح. واللي انا اتفق جدا مع تصريح تريزيجيه وان هو كان لازم يطلع يقول كده في المؤتمر الصحفي علشان يرجع للعيبه المحليه تاني الثقه. واللي زي ما قلت لك في الفيديوهات اللي قبل كده ان انا نفسيه اللعيبه المحليه بالنسبه لي كمنتخب مصر تهمني اكتر من اللعيبه المحترفه، ان اللعيبه المحترفه ما بتنصفنيش اصلا في الماتشات الكبيره قوي. يعني شفنا مرموش وصلاح في الماتشات اللي فاتت ما كانوش احسن مستوى، واللي شالك هي اللعيبه المحليه. قول لي بقى من رايك انت، شايف ان تريزيجيه زي رايي كان بيرد على محمد صلاح او بيرد على التصريح اللي انتشر الفتره الاخيره، ولا هي صدفه زي ما في ناس تانية بتقول ان هو مش قصده حاجه وان محمد صلاح برده ما كانش قصده حاجه، ان هو تصريح عادي؟ يعني انت رايك ايه في القصه ديت؟